أنا عندي سؤال. سؤالي هو لو أنت ارتحت لشخص معين، ولد أو بنت، وقعدت تتكلم معاه إن أنت تحكي له، وصلت لدرجة مرحلة اللي أنت عايز تحكي لحد، تتكلم تفضفض في أي حاجة. الشخصية اللي قدامك دي خلاص، طالما أنت كنت شخصية كتومة وفجأة اتكلمت، تيجي علينا لحظات كتيرة قوي كده. المطلوب بقى من الشخصية التانية اللي بتسمع، ما تقعدش تضغط عليك اللي هي عايزة تعرف كل حاجة من الألف لليه، لا ده من الب. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ خلاص، سيب اللي قدامك يتكلم، ان هو احتاج فعلا، اللي هو عايز يتكلم في المرحلة دي، مش قادر، او عايز يتكلم في حاجة معينة. مش شرط تقعد بقى انت تنخور وتعرف، ولا انا عايز اعرف كل حاجة. طب ليه ده؟ ازاي؟ طب لا، احترم اللي انت وصلت لمرحلة اللي انت ادالك الثقة ديت اللي انت عايز تتكلم. ان هو من شخصية كتومة مش عايز كان يتكلم، ففجأة اتكلم، فسيبه هو يتكلم، واحترم بعد كده كمان. بس كانت الحاجة اللي هو اتكلم فيها دي حلوة او وحشة، ما تقعدش تنخور في حياته وتقعد تقول هو ايه اللي حصل او ايه اللي وصل. لا، ما يخصكش. هو وصل لمرحلة ضعف، انت ما تستغلش الضعف دوت. انا ده رأيي. هل انتوا مريتوا بالتجربة دي مع اي حد؟ ولما انتوا مريتوا بيها اتعاملتوا معاها ازاي؟ ده سؤالي، وهستنى منكم الإجابة بسرعة.